Let me in. بسم الله، اهلا بيكم يا جماعه. معاكم جوبا. اهلا بيكم في حلقه توقعات عرض WWE Payback، العرض اللي بيعود لينا مجددا بعد غياب دام 3 سنوات. اخر عرض كان Payback 2020، العرض اللي شهد تتويج رومان رينز بلقب اليونيفرسال على حساب المصارع الراحل براي وايت ذا فيند. في مباريات في العرض ده تم التخطيط ليها بشكل ممتاز، وفي مباريات تم التخطيط ليها بسرعة شديدة جدا ومش بأحسن شيء ممكن نظرا لضيق الوقت بتاع باي باك. من وجهة نظري كان باي باك المفروض يكون متواجد لحد نص الشهر 9، مش في اول 9 خالص، علشان يبقى في مساحة ما بينه وما بين عرض اول ان بتاع اي دبليو، وفي نفس الوقت برضه يبقى عدى اكتر من شهر على عرض سمر سلام، فالناس تبتدي تعرف التمهيد اكتر. قبل ما نبتدي هفكر حضراتكم يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك عشان الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. فده نخوض في تفاصيل كتير، يلا بينا نبتدي. أول نزال معانا النهاردة هو نزال لقب الولايات المتحدة WWE United States Championship ما بين الأسطورة وحامل اللقب ري ميستيريو ضد المتحدي أوستن سيري. أوستن سيري المغضوب عليه، أوستن سيري اللي فقد كتير جدا، أوستن سيري اللي أنا شايفه من وجهة نظري خلاص فقد بريقه مع فينس ماكمان، وكان تريبل اتش بناه صح، لكن للأسف أوستن سيري تايه بقاله فترة كبيرة قصاد ري ميستيريو اللي لسه عنده سيناريو قادم مع سانتوس اسكوبار من وجهة نظري اللي هيكون على لقب الولايات المتحدة، فبالتالي ري ميستيريو هو اللي هيحتفظ بلقب الولايات المتحدة بإذن الله من وجهة نظري، وهيطول شوية عشان هيبقى في القدام صراع ما بينه وما بين سانتوس اسكوبار في إطار الانقلاب على ري ميستيريو وتفكك عصابة ال WO. نيجي للنزال التاني معانا النهاردة، ذا ميز ضد ال نايت. لا يخفى على أحد إن ذا ميز بيضحي كالعادة وبيحاول يطلع ال نايت لفوق، وعارفين كلنا إن ذا ميز هو السلمة اللي بيطلع عليها المصارع نحو المجد، نحو الألقاب الرئيسية. على الأقل بيبتدي بالميدل كارد وبعدين بيطلع على طول على الألقاب الرئيسية، ما بيطولش. فبالتالي الفائز طبعا هيكون ال نايت على حساب ذا ميز. الفائز ال نايت يا. نيجي للنزال الثالث معانا النهارده، بيكي لينش ضد تريش ستراتس. النزال اللي هو يعتبر دلوقتي بقى نزال قفص حديدي ستيل كيج ماتش. انا شايف من وجهة نظري ان النزال كده كده كان مؤجل من سمر سلام، والحمد لله انه ما اتعملش في سمر سلام، والستيل كيج هيفرق جامد جدا في النزال ده، يعني هيحسن لك من الاداء شويه، ممكن يكون في عنف شويه، لكن النزال هيطلع بطيء. العداوه سيئه جدا زي ما احنا عارفين، وانا قلت لكم انا مش عايز اشوف العداوه دي تاني، لان العداوه دي هتتفنش في باي باك وده افضل شيء ممكن. انا شايف ان اللي هتفوز بالنزال ده هي بيكي لينش زي ما توقعت قبل كده. بيكي لينش لازم تفوز، وهي قالتها العداوه دي مش هتنتهي غير لما انا لازم افوز، وهي اللي هتفوز بالعداوه دي عشان تحافظ على صورتها، ونقدر نقول بقى وداع عن تريش ستراتس وكفايه قوي لحد كده. نيجي للنزال الرابع معانا النهارده ونستمر مع السيدات بنزال راكيل رودريجيز او راكيل جونزاليز زي ما انت تحب تقول ضد ريا ريبلي، النزال اللي على لقب العالم للسيدات. وكنت اتمنى ان النزال ده يطلع هارد كور، لكن للاسف هيطلع نزال عادي. وهنا برضو راكيل رودريجيز حابب اقول لك ان هي ما تمش البناء ليها بالشكل المظبوط كشخصيه قويه. طبعا انا عارف قدرات راكيل رودريجيز كويس، وعارف ان هي هيبقى ليها دفعه لقدام وهتكسب لقب السيدات كده كده، لكن مش دلوقتي، مش على حساب الوجه الاول للسيدات حاليا في عرض الرو ريا ريبلي، وممكن تكون كمان هي واجهة قسم السيدات في WWE عموما. حاليا ريا ريبلي هتحتفظ بلقب السيدات للعالم، اكيد ريا ريبلي هتستمر كبطلة. نيجي للنزال الخامس معانا النهارده، سامي زين كيفن اوينز ضد الجادجمنت داي فين بالور ودامين بريست. النزال على القاب الزوجي الاندسبيوتد WWE تاج تيم تشامبيونشيبس. النزال اللي انا شايفه ان نزال الهارد كور اللي شايف طبعا كتير جدا منه في عرض الرو. دايما بتشوف سامي زين كيفن اوينز مع الجادجمنت داي اللي دايما بتشوفهم على مدار الشهور اللي فاتت ان هم متواجدين في الحدث الرئيسي في عرض الرو. نقلوا لك الفكرة بقى ان هم
هما دلوقتي هيكونوا موجودين في عرض باي باك لكن على القاب الزوجي. انا شايف دلوقتي ان سامي زين وكيفن اوينز هيكون قدامهم تحدي صعب، لكن فين بالور ودامين بريست عندهم مشاكل شويتين تلاتة يا معلم. الاتنين اللي دايما في خلاف وصراع هيكون طبعا جي دي ماكدونا هيكون موجود، وكل التسريبات بتقول ان دامين بريست هينفصل عن جادجمنت داي وهيتحول للشخصية المحبوبة، وانا لا افضل ده تماما عشان الراجل ما يتفيش. هو كويس جدا كباد جاي، باين جدا ان هو زي ريزر رامون سكوت هول يعني. فهيكون دايما الخلاف بين دامين بريست وفين بالور، وده اللي هيكلفهم النزال لصالح كيفن اوينز وسامي زين اللي هيحتفظوا بألقاب الزوجة من وجهة نظري، وهم دول اللي هيفوزوا بالنزال سامي زين كيفن اوينز. نيجي للنزال الاخير معانا النهارده، سيس فريكن رولينز ضد شينسكي ناكامورا، النزال على لقب العالم للوزن الثقيل. النزال اللي انا اتمنى بكل تاكيد ان شينسكي ناكامورا يفوز بيه بلقب العالم على حساب سيس رولينز، لان انا مقدر لموهبه شينسكي ناكامورا وقد ايه الراجل ده في خلال الشهر كله شينسكي ناكامورا اتبنى بناء هايل. اخيرا شينسكي ناكامورا خد وضعه في WWE اللي يستاهله انه يبقى موجود في الحدث الرئيسي وعلى الالقاب العليا في WWE، القاب الابر كارد. وانا شايف ان شينسكي ناكامورا موهوب بما يكفي ان هو يكسب لقب العالم، لكن الواقع بيقول سيس فريكن رولينز هيحتفظ بلقب العالم للوزن الثقيل وهيكمل فترته. ده واقع، انا بنيلك على تحليل شخصي مني على فكرة ان سيس رولينز لا هيكمل شوية كبطل العالم، يمكن يكون على الأقل لحد الرويال رامبل، وهو كبطل يستحق وبطل بيدافع عن لقبه في أوقات كتير وبيحاول يرفع من شأن لقب العالم للوزن التقيل قصاد لقب الاندسبيوتد اللي مع رومان رينز. فسيس رولينز هو اللي هيكسب النزال باذن الله. نيجي بقى للفقره اللي بعد كده، فقره جريسون وولر افكت وضيف الشرف كودي رودز. هيكون برومو ممتاز اكيد ما بين الاثنين، لان جريسون وولر بيعرف يطلع احسن ما لدى الخصم اللي قدامه في البرومو، وهيبقى في دايما صراع ما بينهم، وممكن يحصل بسبب البرنامج بتاع جريسون وولر او البرومو اللي هيحصل ما بينهم نزال كودي رودز ضد جريسون وولر في عرض باي باك ويتنظم في ساعتها. هيكون قمة الفوضى طبعا، لكن كعامل مفاجأة ممكن يعجب الجماهير الأمريكية، وكالعادة هيفوز كودي رودز على جريسون وولر. بالنسبة لي مش هيكون النزال متخطط له بشكل ممتاز ومفيش قصة، بس كنزال عشوائي هيكون مقبول إلى حد ما، وكودي رودز طبعا هو اللي هيكسب في النزال ده لو حصل. بس كده يا جماعه، دي كانت حلقتنا. اتمنى كنتش طولت على حضراتكم، واتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. بحبكم كلكم وشكرا ليكم كلكم. يلا سلام.